السلام عليكم. صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوف الفيديو. زي ما انتم شايفين كده، هستخدم كراتين البيض النهارده في اعاده تدوير. مش هستخدم حاجه تانية، مفيش حاجه تانية خالص هتستخدم مع كراتين البيض في اعاده تدوير، غير بقى الماده اللاصقه اللي هستخدمها النهارده في الفكره: المسدس الشمع والمقص عشان هقص بيه. بس كده يبقى الادوات اللي انا هستخدمها في فكره النهارده: مقص، مسدس شمع، كراتين البيض. وزي ما انتم شايفين كده هبدأ اقص كراتين البيض بالطول كده، يعني هعملهم عواميد بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده كرتونة البيض كرتونها ناشف، فكل ما يكون المقص بتاعك مسنون كويس كل ما يكون القص بالنسبه لك اسهل. لكن المقص بتاعك لو تلم ورخم في القص في الورق العادي فهيكون في الكرتون دوت صعب قوي. فكل ما يكون المقص كويس كل ما يكون القص معاكي سهل وسلس وهتطلعي الشكل مظبوط احسن. والفكره ديت ده كان انسب وقت ليها اللي تتعمل. ليه بقى؟ البيض غالي دلوقتي، صح؟ فحرام بقى نرمي الكرتونة كمان اللي بيجي فيها البيض. دي احسن اعادة تدوير، هتحسي كده براحة وانت بتعملي الفكرة. احسن راحة في اعادة تدوير انت ممكن تتخيليها. كل الحاجات اللي ممكن ترميها فهي رخيصة بالنسبة لك، لكن كرتونة البيض دلوقتي بقت غالية. اه، شوفوا البيض دلوقتي كرتونة البيض بقت بكام، وترمي الكرتونة كمان اللي جاي فيها البيض، حرام. هاتي كرتونة البيض ولازم تطلع منها مليون فكرة. طبعا ده مش اول فكرة عملتها من كرتونة البيض، بس بمناسبة دخول رمضان يعني، فالفكرة ديت مناسبة لفكرة رمضان وكانت عجباني قوي فنفذتها معاكم. آه وخصوصا بقول لكم زي ما قلت لكم الوقت ده وقتها بسبب الغلو بتاعها. آه الفكرة اللي كنت عاملاها قبل كده كنت عاملة، آه شوفوها، هتلاقوها في القناة. شوفوها، بلاش هقول لكم عليها، يا ريت تشوفوها هتعجبكم قوي. كانت فكرة من كرتونة البيض برضو ملهاش علاقة برمضان. وانا بعمل اعادة تدوير كده معاكم، عايزة اقول لكم في ناس هتشوف الفيديو وتقول ده الفيديو طويل قوي. على الفيديو اللي انتوا شايفينه طويل دوت اللي هو دقايق بالنسبة لكم وحاسينه اللي هو طويل، انا عملت الفيديو دوت في ساعات، والله العظيم. فكون اللي انا نزلته في دقايق وانتوا تحسوا اللي هو طويل، والله ما طويل. وما نسيتلكوش خطوه في الفكره إلا لما صورتها معاكم. اذا كانت خطوه وقفت معايا او خطوه كانت رخمه صورتها زي ما هي، وكمان عملت بسرعه. يعني انت عايزه وبرضه عايزه اقول لكم على حاجه. في فيديو نزلته 3 دقايق فقط وعملت فيه 3 اعمال يدويه، 3 اعمال اعاده تدوير، وبرضه ما جابش مشاهدات رغم ان انا عامله الفيديو دقايق بسيطه جدا. و... و... وفي 3 افكار و3 اعمال يدويه. فالمشاهد معرفش هو بيحب، يعني لو حد يقول لي برضه في الكومنتات يا ريت تحت انتوا بتحبوا الفيديوهات تكون طويله بالخطوات بالظبط، ايه اللي حصل في الخطوه ديت وايه اللي حصل في الخطوه ديت زي ما انا عملت في الفيديو ده. ما سبتش خطوه لما نزلتها، ما عملتش خليه الفيديو يبقى سريع، بس انت ممكن تبطئيه من الاعدادات. لكن ما بطأتش في الفيديو خالص، ورغم كده هو دقايق بالنسبه لك هتحسيه لو حسيتيه طويل، بس الفكره كلها فيها شغل كتير. مش شغلها مش انا مزوده وقت من عندي، لا، ده انا مقلله كمان من الوقت اللي انا عملت فيه الفكره. فانا عايزه بس حد يقول لي في الكومنت تحت انتوا بتحبوا العمل في الاخره بس من غير خطواته ومن غير الادوات اللي انا استخدمتها فيه والكلام ده، عايزين تشوفوا الشكل على طول، ولا عايزين تشوفوا العمل بالخطوات وعملت ازاي وايه اللي استخدمته بالظبط والخطوه دي مشيت فيها ازاي وعملتها ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده بعمل ايه، بوريكم حركه حركه يعني خطوه خطوه بسيطه للفكره، تمام؟ عشان تعملوها بكل سهولة وتحسوا اللي هي بسيطة بالنسبة لكم كمان. لكن انا حاسة لو انا عملت الفيديو شلت منه خطوات هتعرفوا تجيبوا الفكرة ازاي لو انتوا مش عارفين اصلا الخطوات، تمام؟
زي ما انتم شايفين كده انا هعمل جزء من كرتونة البيض بالشكل ده، وفي جزء تاني هعمله بالشكل اللي انتوا شفتوه في الاول اللي انا نازل وطالع كده، وفي شكل هعمله عادي كده، لان هعمل شكلين الفوانيس، مش هعمل شكل واحد لفانوس، لا هعمل فرعين، فرع شكل للفوانيس وفرع شكل تاني خالص للفوانيس، عشان نبقى نستغل الكرتونة زي يعني اكتر استغلال. يعني هنطلع منك كذا فكرة، مش هنسيبك كده اهوت لما نطلع منك كذا فكرة. وزي ما قلت لكم، لما شفتوش الفكره من كرتونه البيض اللي قبل كده، يا ريت تشوفوها في القناه، هتعجبكم ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده، ده اول فانوس شكل هعمله، ده اول شكل فانوس كده هعمله. بعد ما ادخلهم الاتنين في بعض كده، يعني هعمل ميكس من الابيض مع البنفسجي. هبدا اقص الزيادات، هي هتمشيكي يعني. بصي اي حته طالعه هتقصيها، طريقه سهله جدا. هيطلع معاكي في الاخر شكل فانوس الجزء بتاعه من فوق. بصوا الشكل تحفه، الشكل روعه في الاخر. هاجي بقى اعمل الجزء كمان اللي تحت، وهعمل شكل كمان من فوق للفانوس. بص الشكل رائع، ومن كرتونة بيض. وكده خلاص ابتديت اخلص الجزء الفوانيس اللي بالشكل ده، واجي بقى للفكرة التانية للفوانيس، وشكل تاني مختلف للفوانيس بكرتونة البيض. زي ما انتم شايفين كده، ده الشكل التاني للفوانيس. هعمل فرع بالفوانيس اللي انتوا شفتوها في الاول، والفرع التاني هعمله بالشكل ده. انهي شكل فوانيس عجبتكم اكتر بالكرتون، الشكل الاولاني ولا الشكل التاني؟ زي ما انتم شايفين كده، بلزق جزء بنفسجي مع جزء ابيض، يعني حته من الكرتونه البنفسجي وحته من كرتونه البيض البيضه في بعض. وبعد كده بقى هبدا الزق المقعد كده بتاع الفانوس لكل فانوس فيهم. وبكده خلصت كميه الفوانيس اللي انا عاملاها بالشكل ده. وهبدا اجيب بقى خيط من التخين، وعملت هلال بالشكل ده بنفسجي وابيض من الحتت الكرتون الصغير اللي كانت فايضه من كرتونه البيض، زي ما انتم شايفين كده. وهبدا الزقها في الفوانيس من فوق، كل هلال احطه في الفانوس من فوق، كل جزء ابيض احط للفانوس من فوق هلال بنفسجي بالشكل ده، لكل فانوس هلال، لكل فانوس هلال.
والخيط الدبارة ده هبتدي بقى ألزق فيه الفوانيس بعد كده عشان اعمله فرع زينة فوانيس. همسك الخيط وابدأ ألزق فيه الفوانيس بالشكل ده عشان اعمل بفرع الفوانيس. وبرده في النوع الفوانيس التاني برده هنشوف هنعلقه ازاي. ودي الفوانيس التانية، ده الشكل التاني للفوانيس اللي عملتها. زي ما قلت لكم عملت شكلين، اللي شكلين هعملهم برضو في الخيط واعلقهم فرع زينة فوانيس. برضو بحط الهلال لكل فانوس من فوق. لو الفانوس من فوق لونه بنفسجي بحط له هلال ابيض، لو الفانوس من فوق لونه ابيض بحط له هلال بنفسجي. وبعد كده هبدأ ألزق الفوانيس في الخيط. وممكن بقى نعلق الفوانيس ديت او نلزقها في فرع الفوانيس في فرع الزينة اللي بينور. لكن انا هعلق الفرع الزينة اللي بينور واعلق معاه الفوانيس تحتيه بالشكل ده لما اجي اعلقه. ايه رأيكم في الشكل النهائي؟ كل ده من كرتونة البيض. كرتونة البيض غليت، اوعي تسيبيها الا لما تطلعي كذا فكرة منها. اوعي تسيبي كرتونة البيض اللي غالية ديت الا لما ناخدها ونطلع منها مليون فكرة. دوت فكرة عشان رمضان، لكن في فكرة عملتها قبل كده مش رمضانية. فلو الفكرة برضو ديت عجبتك قولي رأيك فيها، ولو الفكرة اللي فاتت ما شفتهاش ياريت تشوفيها وتقولي رأيك فيها برضو. وزي ما انتوا شايفين كده طلعنا كام فانوس من كراتين البيض، غير بقى ان في جزء كده سبته عشان هعمل بيه حاجة تانية. يعني ده مش كرتونتين البيض اللي انا عملتهم، لا، في شوية كده فاضوا، مش شوية 3 4 كده هعمل بيهم حاجة. فزي ما انتوا شايفين ده الجزء اللي انا خليته للفوانيس. كان ممكن يطلع يعني نزود 3 4 فوانيس كمان في الشكل ده، بس انا هاخد ال4 اللي قلتلكوا عليهم دول هعملهم حاجة تانية هتشوفوها معايا في فيديو بعد كده. ودوت فرع الزينة من كرتونتين بيض زي ما قلتلكوا بالشكل دوت، شكل بسيط وسهل. وتعلقوا فوق فرع الزينة اللي بينور وتحطوا عليه الفرع الفوانيس، وفي كل جنب تعملوا شكل اللي انتوا عايزينه. عايزين بقى تقربوا الفوانيس من بعضها، عايزين تبعدوا الفوانيس في الفرع في الخيط اللي انا عاملاه. انا مقربه الفوانيس عشان دي المساحه اللي انا هعلق فيها الفوانيس. عايزين بقى تخلوا ما بين كل فانوس وفانوس مساحه. طبعا كل حاجة باختيارك. انا وريتك الفكرة والطريقة اللي انا عملتها بيها، اذا كان الفوانيس الصغيرة شوية ديت بكرتونة البيض او الفوانيس الاكبر شوية بكرتونة البيض. شوفي الفكرة اللي هتعجبك اكتر وتعمليها وتنفذيها وقولي رأيك فيها. لو الفكرة هتنفذيها ياريت تقولي في كومنت اللي انت هتعمليها وهتنفذيها. ولو الفكرة عجبتك ياريت ما تنسيش بلايك. ولو الافكار عجبتك بتاعت القناة ياريت ما تنسيش بالاشتراك في القناة. وفي افكار تانية جاية اكتر واعادة تدوير اكتر. القناة متخصصة في اعادة تدوير الحاجات اللي هنرميها، مفيش حاجة هنرميها، كل حاجة وليها بديل وليها استخدام. وليها اكتر من فكرة لإعادة تدوير، مش فكرة واحدة لإعادة تدوير الحاجة، في كذا فكرة عشان نعمل إعادة تدوير لحاجتنا القديمة. وزي ما قلت لكم الفيديو انا عملته بسرعة في الخطوات. لو عايزين تبطئوا الفيديو وانتوا بتتفرجوا ممكن تبطئوا تتفرجوا على الفيديو بكل بساطة. انا بس عملته سريع عشان ما يبقاش طويل عليكم. فعملت الطريقة وانا بشتغل يعني بطريقة سريعة. وبس كده اقول لكم في نهاية الفيديو كل سنة طيبين، ويا رب رمضان كريم عليكم. واشوفكم في فيديو جديد واعادة تدوير جديدة، واقول لكم مع السلامة.